كردستان العراق جزء من العراق. رغم هذا استفتاء غير ملزم كما يقول زعيم الإقليم سيطرح على شعب كردستان في نهاية الأسبوع القادم سؤالا واحدا يتعدى حتى حدود العراق. لو قامت لهم الآن دولة لن يعترف بها سوى إسرائيل على حد قول مرجع شيعي بينما تتحفز طهران وأنقرة. أمريكا طيب الله أوقاتكم تطلب التأجيل لكنها لا تلح ورئيسها يعلم كيف يستفيد. We should be using the Kurdish. We should be arming the Kurdish. They've proven to be the best fighters. They've really proven to be the most loyal to us. I will tell you that we should be using and utilizing those people. They have great heart. They're great fighters. And we should be working with them much more so than we're working. أهلا بكم. ربما لا توجد أمة على وجه الأرض بلا دولة رغم امتلاكها مقومات الدولة كما يقول الكتاب أكثر وضوحا من الأمة الكردية، فلماذا يحرم أبناؤها عبر قرون طويلة من هذا الحق؟ هذا سؤال عريض سنحاول تفكيكه إلى زوايا ومحاور مختلفة على مدار هذه الحلقة. قبل هذا لابد من إلقاء نظرة سريعة على الشعب الكردي تاريخا وجغرافيا وهوية. على مدى نحو قرن من الزمان منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى الآن توزعت جهود الأكراد بين السياسة والسلاح وغيرهما في محاولة لإحياء دولتهم فوق ما يرونها أرضهم التاريخية كردستان. غير أن اتفاقية سايكس بيكو بين قوى عظمى لتقسيم الشرق الأوسط عام 1916 ثم اتفاقية لوزان التي رسمت حدود تركيا الجديدة عام 23 كسرتا آمال الأكراد وتركتاهم مشاعا بين دول عمدت أنظمتها إلى كبت القومية الكردية لغة وثقافة وهوية.
تطور هذا في ظل الإصرار الكردي إلى ما هو أكثر قسوة، من تجريد حرفي لهوية عشرات الآلاف في سوريا مثلا عام 62، إلى فتوى للخميني بقتل ما وصفهم بالكفار في كردستان، إلى إعدام قادتهم في إيران عام 89، إلى اعتبارهم قضية الأمن القومي الأولى في بلد ضخم كتركيا جرد جيشا كاملا من أجل رجل واحد عام 99، بل إلى حرب إبادة جماعية استخدمت فيها أسلحة كيماوية محرمة في العراق عام 88. إن قامت للأكراد دولة يوما ما، إن عاجلا أو آجلا، ستكون دولة مستحقة بالدم والحديد، لكنها حتى الآن على الأقل دولة محرمة. أمام رفض واضح من اللاعبين الكبار في المنطقة وحول العالم، يصر زعيم إقليم كردستان العراق على عقد الاستفتاء في نهاية الأسبوع القادم، بل إن أصواتا من داخل الإقليم نفسه تعترض عليه. لماذا إذن؟ يحتوي الاستفتاء على سؤال واحد: هل توافق على استقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة؟ هذا سؤال قد يبدو بسيطا في أعين حلم كردي عزيز، لكنه معقد من حيث الصياغة والنطاق. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصف الاستفتاء بأنه غير دستوري وأكثر من خطير ويخلق مشاكل جديدة. السؤال نفسه يتعدى جغرافيا حدود إقليم كردستان العراق كي يشمل المناطق جميعها التي تدخل في فهم الأكراد لدولة كردستان الكبرى، وبهذا وجدت دول الجوار أن من حقها هي أيضا أن تعلق. الخارجية التركية وصفته بأنه
خطأ فادح، بينما وصفه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأنه خطوة غير مسؤولة في منطقة بها ما يكفي من مشاكل. الخارجية الإيرانية هي أيضا تعترض. إقليم كردستان جزء من الجمهورية العراقية، اتخاذ قرار منفرد يمكن أن يؤدي فقط إلى مشاكل جديدة. على صعيد دولي، الاتحاد الأوروبي يحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وروسيا تنصح أربيل بالتدقيق في حساباتها الإقليمية. أمريكا تدعو إلى تأجيل الاستفتاء لمزيد من الحوار، والأمم المتحدة تعلن أنها لن تشارك بأي شكل في عملية الاستفتاء. يبقى هذا الطرف، إسرائيل. رئيس وزرائها عبر لأعضاء الكونغرس في الأسبوع الماضي عن تأييده إقامة دولة كردية مستقلة في العراق. الأكراد على حد قوله شجعان موالون للغرب ويشاركوننا قيمنا. هذا الحب بالوكالة بين إسرائيل والأكراد ليس وليد الأمس القريب، بل إنه يعود إلى الوراء عقودا طويلة من الزمن.